احلى رز مكرمل بالفراخ. لزوم بقى الصيف والاكلات اللي في حلة واحدة. اكلة سهلة وبسيطة جدا وسريعة جدا، ما بتاخدش اي وقت. جربوها بطريقتي هتدمنوها. اول حاجة جبت هنا سمنة وشوية زيت وحطيتهم. هنا بقى في الخطوة دي تقدري ان انتي تحمري الفراخ وبعدين تطلعيها وتكملي بقية الطريقة عادي، بس انا بحب ان انا احمر الفراخ بعد ما تتسلق. تمام. هنا بقى انا حطيت بصل كتير، الوصفة دي بتحتاج بصل كتير. عملت كده 4 بصلات كبار شوحتهم. حطيت هنا بقى حوالي 7 وحدات قرنفل، وحطيت كمان قرفة وورق لورا وحبتين من اللومي اللي هو الليمون المجفف ده، وحوالي 7 حبات من الحبهان. حطيت كمان معلقة سكر. هقلب كل ده كده مع بعض لحد ما يوصل للون غامق. انا هوريكم دلوقتي اللون اللي احنا عايزين نوصل له. كل ده يتقلب مع بعض. شايفين كمية البصل؟ 4 بصلات كبيرة. حطيت كمان هنا قرن من الفلفل الحامي، ده طبعا اختياري. هو طبعا لان احنا مش فاتحينه، مجرد هيدي طعم بس مش هيدي طعم السبايسي. هنقلب بقى كل الكلام ده مع بعض وهنحط عليه مكعبين من المرقة. طبعا برضو دي اختياري، وانا مش من انصار ابدا المرقة لانها مش صحية، بس في اكلات معينة كده بحطها. وانا اصلا بعمل مرقة في البيت بس كانت عندي خلصانة. حطيت توابل مشكلة من اللي انا دايما بعملها معاكم. لو مش عارفينها او اول مرة تشوفوني قولولي، هكتبها لكم في الكابشن او هعمل لكم فيديو مخصوص عن التوابل المشكلة دي. خطيرة، بستعملها في كل الاكلات. حطيت كمان ملح على قد الكمية اللي انا هعملها، وانا بستخدم ملح الهيمالايا زي ما انتم شايفين لانه صحي جدا. شايفين انا عايزة اللون غامق زي كده بتاع الرز الصيادية. هنا بقى جبت وركين متقطعين على 4. دول من الفرخة اللي احنا جبناها مع بعض في المشتريات. طبعا على قناتي التانية، دي قناة الوصفات، لكن القناة التانية قناة العامة بعمل فيها ميزانيات وبعمل فيها منيوهات وكل حاجة بقى تخص المرأة. ما تنسوش بقى تشتركوا فيها، هسيب لكم اللينك في اول كومنت مثبت. حطيت بقى هنا ال4 قطع بتوعي دول عشان ياخدوا بقى لون كده حلو زي ما انتم شايفين كده. وزي ما قلت لكم انا بحب ان انا بعد ما اسلق الفراخ احمرها وارجعها تاني على الحلة زي ما احنا هنشوف. لكن انتوا تقدروا ان انتوا تحمروا الفراخ الاول زي ما انا قلت لكم في اول الفيديو. غطيتها بقى شوية كده عبال ما المية في الكاتل تسخن. هنا بقى ده الرز، انا جبت رز بسمتي طويل الحبة. هوريكم دلوقتي النوع اللي انا بستخدمه، هو ده نوع اسمه كريشنا. حباية طويلة وعجبني صراحة. نقعته كده حوالي ساعة. انا بحب انقع كده الرز البسمتي. بحس ان في طعم كده في الرز البسمتي انا ما بحبوش. لما بنقعه الطعم ده بيروح وبيبقى زي الفل. فده رز دهبي طويل الحبة اسمه كريشنا، ده اللي انا استخدمته. نقعته بقى زي ما انتوا شايفين كده ساعة. هنا بقى حطيت المية المغلية على الفراخ وغطيتها علشان تتسلق. جبت هنا بقى طاسة، دي خطوة انا كنت نسيت اعملها في الاول. طماطم متقطعة مكعبات، المفروض كنت اشوحها مع البصل. وكمان لو عندك جزر ابشريه وبرضو شوحيه مع البصل والطماطم اللي هو في الخطوة الأولانية دي. ولكن أنا ما كانش عندي جزر، عملت طماطم بس. عملتها كده في سمنة. كده كده الطاسة دي اللي أنا هحمر فيها الفراخ، فاحنا مش هنوسخ حاجات كتير، يعتبر كله في حلة واحدة. هي الطاسة دي بس اللي أنا هحمر فيها الفراخ زي ما قلت. حطيت كده الطماطم اللي هي دبلتها كده شوحتها في السمنة. حطيتها برضو على الشوربة بتاعتي اللي انا بسلق فيها الفراخ. وسبتهم بقى يتسلقوا عشان لما يتسلقوا بقى ابقى احمر الفراخ في الطاسة دي. حطيت سمنة هنا كده عشان اطلع بقى الفراخ، صفيتها كويس كده من الشوربة. وهطلعها بقى على السمنة هنا وهي سخنة كده علشان احمرها كده من ناحيتين زي ما انتوا كده شايفين. بجد بقى الريحة يا جماعة بالتوابل بقى والحاجات اللي احنا حاطينها دي خطيرة. هنا بقى حمرت الفراخ من الناحيتين. طبعا لو عايزين تشيلوا الجلد شيلوه براحتكم. الجلد اساسا مش صحي، بس للأسف احنا بنحبه. فسبت الجلد كده وحمرتها زي ما انتم شايفين. هنا بقى صفيت الرز، شطفته شطفة حلوة وصفيته. انا ما بزودش المية على
على الرز البسمتي عادي، بحطه في الشوربة عادي زي ما انتم شايفين كده، زي الرز العادي المصري. تقدري برضو تستخدمي رز مصري، مفيش مشكلة، يعني الرز الموجود عندك استخدميه على حسب امكانياتك وعلى حسب المتوفر عندك. حطيت بقى هنا الرز في الشوربة، وحطيت عليهم الفراخ بالشكل ده. هستنى بقى، غطيتهم واستنيت بقى لما يتشربوا، غطيته تاني عشان يستوي. هنا بقى كنا خلاص كده استوى. طبعا وطيت عليه لما غلى، وطيت عليه وحطيت الشياطة كمان، وسبته لغاية ما يستوي. هنا بقى استوى. طلعت بقى كل الحاجات الجافة اللي احنا كنا حاطينها، ورق اللورا واللومي والحاجات دي، وهنا كده خلاص استوى. بصوا بقى تحفة جدا بجد. والريحة بقى مش عايزة اقول لكم، يا ريتكم تشموا معايا، بجد تحفة جدا وطعمه خطير خطير. انا يا جماعة دايما عندي مشكلة مع الرز البسمتي في طعمه، ولكن انا لما بقيت انقعه اختفى خالص. زي ما قلت لكم الطعم اللي انا ما كنتش بحبه في الرز البسمتي. غرفت بقى هنا الرز، وحطيت بقى عليه الفراخ زي ما انتم شايفين. اكلة جميلة جدا وسريعة، ما بتاخدش اي وقت، خطيرة بجد. خصوصا لو انت بقى مجهزة الفراخ كده في الفريزر. انا طلعتها في الفريزر من الفريزر مغسولة وجاهزة وكل حاجة. طبعا دي اهم حاجة، ان كل حاجة تكون جاهزة عندك، هتريحك جدا صدقيني. هتطلعي الحاجة تعمليها على طول. بصوا الصيف عايز الاكلات دي، عايز الاكلات السريعة اللي ما تقفيش في المطبخ كتير بسبب الحر. هي دي من الاكلات اللي انا بعملها في الاوقات دي. انا دايما في الصيف كده، دايما في الصيف تلاقوني بعمل الاكلات السريعة اللي ما بتاخدش وقت، لان بيجيلي هبوط من الوقفة في المطبخ. فبجد جربوها بالطريقة دي، تحفة جدا. لو عايزين مقادير الخلطة بتاعت التوابل بتاعتي اللي انا دايما بستعملها في كل حاجة، قولولي. بصوا بقى الرز مفلفل ازاي. انا كمان بحب الرز بتاع الاكلات دي، الكبسة او الحاجات اللي شبه كده، بحب يكون فيه شوربة شوية، يعني بحب يفلفلوا قوي، يعني فاهمين. فاشوفكم على خير يا رب في فيديو جديد، وباي باي.